ذمار علي ملك العدل والرحمة. الملك ذمار علي يهبر من ملوك حمير، وهو من أبناء شمر يهرعش بن ناشر النعم. هو ملك الدولة السبائية الحميرية الموحدة، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات، وهو من مؤسسي ما يعرف في التاريخ بحكم التبابعة، واسمه يعني أنه ذا أمر أي له الأمر. وكنيته كما جاء في كثير من الروايات التبع الأقرن أو ذو القرنين، وهناك اختلاف بين الباحثين في تحديد فترة حكمه، وأغلب الظن أنه حكم في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد تسمى باسمه ذمار علي عدة ملوك من أبنائه، ذمار علي الثاني والثالث وغيرهم. وأيضا مدينة ذمار التابعة لقبيلة عنس في اليمن تسمى على اسمه، والقلعة التي بالمدينة اسمها قرن ذمار أو ذمار القرن، حيث أنه كلما ذكر ذمار جاء ما يؤكد أن اسمه مقرون بالقرن أو القرون. وتسميه الأخبار بذي القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف، لأنه ولد وله قرنان أشيبان وسائر شعره أسود كما جاء في الروايات. ذمار علي تابع نهج أباه شمر يهرعش في بسط نفوذ دولته في أرجاء المعمورة، وغزا بلاد الروم وأوغل فيها حتى قطعها. يعتقد أن ذمار علي هو الملك الأعظم في ملوك العرب على الإطلاق، حيث أن ملكه يعتبر هو الميراث الأساسي لملوك العرب، وهو ما ذكره صاحب معجم البلدان، إنه وجد على أساس الكعبة لما هدمتها قريش في الجاهلية حجر مكتوب عليها بالمسند: لمن ملك ذمار لحمير الأخيار، لمن ملك ذمار إلى الحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار. تقول الروايات أن ذمار علي كان مسلما وكان ملكا تدين له الملوك وتهابه، وقد بلغ المشرق والمغرب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين الحيوان بوادي الياقوت، وهو ما ذكره الله في سورة الكهف بقوله: في عين حمئة. وتقول الروايات أن ماء عين الحيوان ظفر به الخضر دون ذي القرنين، فلما بلغ إلى هذه الناحية أدركه الشتاء والبرد القارس في ذلك المكان فمات ودفن هناك، وكان معه الكثير من حرسه وجيوشه، ولكنهم فروا راجعين خوف الهلاك. وبعد مدة أرادت حمير أن تحمله إلى اليمن من ذلك الموضع، وهو ما سمي بموضع الظلمات، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا به إلى اليمن من شدة الظلمات فدفنوه هناك. وبهذا يسدل التاريخ قصة واحد من أعظم ملوك اليمن وأعظم ملوك الأرض.